طريقة قالتها لي جارتي العجوزة، قالت لي حطي عيون البوتاجاز في الكيس بالشكل ده وانت هتشوفي المعجزات. شايفين اللون بقى شكله عامل ازاي؟ كمان حطي ازازة البيبسي في قاعدة التواليت وانت هتشوفي المعجزات. فيديو النهاردة مليان افكار حلوة جدا، تابعوني للاخر، ما تنسوش اللايك، ويلا بينا نبدأ الفكرة الاولى مع بعض. الفكرة الاولى معانا وهي لو انت عندك مقشة بالشكل ده وعندك كده المقشة بتفلت، تعالي ما اقولك على فكرة حلوة قوي. قدمت لكم افكار قبل كده، شوفوها في القناة. هتجيبي كوباية فيها مية بالشكل ده وتحطي الخشبة بتاعت او العصاية بتاعت الايد المقشة من بالليل مثلا او ساعتين 3 كده لحد ما تتخن شويه، لان عارفين ان الخشب بيكبر كده مع الميه. بكده ان المقشه عمرها ما هتفلت منك ابدا وانت بتكنسي. جربي بجد، الفكره دي هتعجبك جدا. بس صلوا على النبي كده في الكومنتات. لو انت عندك بقى الكوتشي كده ريحته مش لطيفه خالص، هاتي كده معلقه من المكون ده عباره عن كربوناتو، هتجيبيه من عند العطار. هتجيبي معلقه بس كبيره كده بالشكل ده وتحطيها في كل فرده من فرد الكوتشي اللي بتسبب ريحه كده مش لطيفه. اوعدك مش هتشمي اي ريحه تاني وهتمتص اي ريحه كريهه. لو عندك بقى قلم الجاف بيعمل كده على التيشيرت والولاد طبعا في المدرسه، هتجيبي اي تنر من عند الموان، او ممكن تجيبي يا جماعه معجون الاسنان او الكحول. دي كلها حاجات بتشيل القلم الجاف في ثواني. وهتجيبي فرشه بالشكل ده مره واثنين وثلاثه. عايزه اقولك التنر هيشيل معاكي القلم الجاف بكل سهوله. بعد كده هتحطي عليه شوية صابون سايل وتحطيه في الغسالة على طول، بس هتدعكي كده دعكتين كده خفيفة وهتروح معاكي ان شاء الله. وعلشان التنر ما يأثرش على الاشكال بتاعة لو في اشكال مثلا على القميص بالشكل ده او التيشيرت، هتروحي مثلا حاطة شوية صابون سايل او حاطة كيس كده من تحت. جربي بجد، الفكرة دي هتعجبك جدا. تعالي بقى لو انت عندك صدى على المخرطة او على السكين، هتجيبي السلكة اللي ب5 جنيه دي اي السلكة يا جماعة اللي بتيجي عند بتوع المنظفات، وهتشيل معاكي ده بكل سهولة. طبعا الصدى ما بيتشالش بسهولة، لكن السلكة دي حرفيا بتشيل معاكي الصدى. واللهم بارك كده، حاجة كده تحفة. جربيها هتعجبك جدا وتنشفيها كده بكل سهولة. تعالوا بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده. هتلمع، بصوا اللمعة كده خطيرة. طيب انتي لو عندك بقى عيون البوتاجاز يا جماعة متبهدلة خالص وعايزة كده تجربي كده، يعني فكرة حلوة قوي وان شاء الله كده هتدعيلي عليها. هتجيبي كيس وتحطي فيه كل عيون البوتاجاز اللي موجودة عندك. هتجيبي كده معلقة من الكربوناتو. عايزة اقول لكم الكربوناتو ده لازم يكون موجود عندكم كلكم. هتجيبي معلقة او معلقتين، وبعد كده هتجيبي شوية من الكركديه وشوية من الصابون السائل. الكركديه طبعا هتغليه كده على النار شوية بس تقليه، وتحطي ده كله في الكيس وترجي كده يمين وشمال. بس هتنقعي الحاجات دي لمدة ساعة، يعني ساعة او ساعة ونص. وهتحطي كده الحاجات دي كلها في كيس طبعا، ويكون المية بتاعت الكركديه سخنة شوية، يعني مش سخنة قوي. وهتحطي بقى المكونات دي. عايزه اقولك كل حاجه كده حرفيا هتتشال في ثواني. شايفين السواد اللي طالع كده من عيون البوتاجاز؟ وهتحطي كده بسلكه كده خفيفه خالص، هتشيلي كل الحاجات دي من غير حتى سلكه. هتلاحظي كل المكونات دي كده يعني خرجت كده من بره كده من غير ما تدعكي، بس بمجرد دعكه خفيفه طبعا بيبقى فيه سواد كده هنشيله مع بعض. طيب تعالوا بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده. لو انتي عندك بتاعة الدبابيس دي اوعي ترميها بجد، دي كنز. هتحطيها كده جنبك على الرخامة. وطبعا احنا في الشتاء او في كوبايات كده او مجات يعني ما بتستحملش درجة الحرارة وبتتكسر وبتفرقع، فانتي هتحطيها كده. لو مش عندك اي كوستر موجود عندك في البيت، فدي حلوة قوي بتعزل كده بين الرخام وبين المج بتاعك او الكوباية. تعالي بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده. لو انتي عندك بقى الاكياس دي، طبعا اوعي تشيلي الاريال يا جماعة، دي غلطة كلنا بنعملها، وتحطيها كده في العلبة. عايزة اقول لكم ريحة المسحوق بتطلع خالص. طيب هنعمل ايه؟ هتروحي جايبة اي ازازة بلاستيك موجودة عندك وتقطعي الجزء اللي فوق. احنا عايزين بس الجزء اللي فوق ده هنستغله استغلال يعني حاجة كده تحفة، مش هنرميه خالص طول ما احنا كده بنجيب اريال. طبعا في حاجات كتير جدا الاريال بتحط فيها، بس بلاش لان الريحة بتروح في ثواني. هتروحوا جايبين كده، احنا يعني غرضنا ان احنا ما نطلعش الاريال بره الكيس. هتجيبي الجزء ده وتحطيه بالشكل ده وبتوكة كده. عايزة اقولك هيتربط معاكي في ثواني. فالفكرة دي حلوة قوي، بتحافظ لك بقى على الكيس وعلى ريحة الاريال، وتحافظ لك على يعني جودة الاريال. طبعا لو الريحة راحت بنحس كده ان الاريال طبعا او الاوكس اللي احنا جايبينه ما بيعملش اي حاجة.
فالفكرة دي حلوة قوي، هتطلعي منها الاريال بكل سهولة. تعالي بقى لو انت عندك الاكياس كده منعكشة ومتلخبطة كده، هقولك على فكرة حلوة قوي. هتفرد الاكياس بالشكل ده وتربطيها من تحت كده بسهولة. يعني بس مش هتربطيها، هتروحي تانيها كده تانية، ولما تيجي تتني طبعا الكيس التاني هتروحي من الفتحة تانية وتلفيه رول بالشكل ده. عايزة اقولك الفكرة دي حلوة قوي، تعتبر منظم كده، يعني بسيط خالص. لو انت عندك علبة مناديل ممكن تحطيه فيها، لو مش عندك هاتي اي كرتونة موجودة عندك، ودي طبعا موجودة عندي تحت الحوض على طول، هتعملي فيها شباك بالشكل ده وهتدخلي كل الاكياس اللي موجودة عندك وهتطلع معاكي بكل سهولة. منظم حلو قوي وموجود عندنا كلنا، ويعني بكل سهولة هتطلعي الكيس بالشكل ده. وبجد الفكرة دي حلوة قوي، جربيها هتنفعك جدا. تعالوا بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده، بس ما تنسوش اللايك. الله يخليكم. لو انتي طبعا من الناس اللي نظرها ضعيف كده، ربنا يا رب يعني يقوي نظركم جميعا، هتجيبي اي بلاستر موجود عندك وتحطي فيه الخيط بالشكل ده وتقصيه كده، يعني ناحية كده من البلاستر. عايزة اقولك الخيط هيدخل معاكي بكل سهولة، خصوصا لو فتحة الابرة يا جماعة تكون واسعة شوية، بحيث ان البلاستر يدخل فيها بكل سهولة. بكده هنحل ازمة الخيط طبعا اللي احنا كلنا بنعاني منها، سواء نظرنا ضعيف او قوي، طبعا كلنا يعني بنعاني منها. فتحة الكيس طبعا بتاعة الشيبسي، لو احنا مثلا جايبين كيس كبير كده وعايزين ناكله كلنا، طب احنا هنعمل ازاي؟ هنروح فاتحينه بالشكل ده. عايزه اقول لكم الشركه عامله الحته دي، حاسه ان هي عاملاها كده، فاحنا اكتشفنا الموضوع ده. هتفتحي بقى الكيس الشيبسي بالشكل ده وناكله كده كلنا مع بعض، بدل ما نفتحه من فوق كده ومش شايفين احنا بناكل ايه اصلا، بنمد ايدينا وخلاص. الفكره دي لطيفه وجميله، وكلنا كده هناكل الشيبسي واحنا شايفينه. تعالوا بقى نحط كده ازازه البيبسي في قاعده التويليت او الحمام، وهنحل مشكله كبيره عندنا كلنا. هتجيبي اي ازازه موجوده عندك بالشكل ده، وبعد كده هتقطعي. احنا عايزين الجزء اللي فوق، يعني الجزء اللي تحت ده ممكن طبعا تستغليه في اي حاجه، بس احنا مش عايزينه دلوقتي، احنا عايزين الجزء ده بالظبط كده. طيب هنعمل بيه ايه يا حبايبي؟ هنروح جايبين كده المقشه او ايد مقشه. طب لو ايد المقشه مش دخلت او ما سبتتش، ممكن تعمليها بكيس او يعني تربطيها باي حاجه، المهم يعني يكون كده الربطه كده قويه، وهنوصل كده بالشكل ده. طب الشكل ده هنعمل بيه ايه؟ لو انتي عندك بقى كده كل ما تحطي ميه ومن غير سباك طبعا، والسباك طبعا مش بيجي على طول، فانتي هتعملي ايه؟ هتروحي جايبه كده، هنعمل كده مضخه كده كأن احنا بنسلك الحمام كده بكل سهوله. هتروحي كده مره واتنين وتلاته، وبتروحي كده يعني عامله بالشكل ده. هتروحي كده ضرباها كده من تحت لفوق، يعني هتعملي كده من تحت لفوق الميه دي، وعايزه اقولك هتتسلك معاكي بكل سهوله، حتى لو يعني موجود اي شوائب كده في قاعده الحمام، وهتتسلك معاكي ان شاء الله. مش هتحتاجي سباك تاني، لان دي تعتبر كده حاجه كده بسيطه كده في البيت. اتمنى الافكار النهارده تكون عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوفوا باقي الفيديوهات عندي.